السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله هنعمل حاجة حلوة قوي وسهلة، ونرحب بكم الاول. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي يا احلى عيلة، يا احلى اخوات، يا احلى لمة. بجد بجد بحبكم جدا يا احلى عيلة واحلى اخوات. ربنا يخليكم ليا بجد ويبارك فيكم ويجبركم جبرا يتعجب ليه أهل السماء وأهل الأرض يا رب العالمين. هنخش على الوصفة بتاعتنا، وقبل ما نخش عليها لايك وشير وكومنت حلوة كده. ولو بتشاهدوا الفيديو الصبح يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم، ولو بتشاهدوا الفيديو بتاعي بالليل يا مسا الجمال على عيونكم. أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. ومعايا لفة جلاش، أهم حاجة إن هي تكون فريش وطازة زي ما انتوا شايفين. معايا كوباية من السمنة أنا مسيحاها، بفرد ورقة الجلاش وبدهنها دهن السمنة حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان انا اغلفها حلو، كل حتة فيها ان انا ادهنها من السمنة، علشان ان انا لما اجي اشتغل فيها تبقى سهلة عليا جدا زي ما انتوا شايفين كده. واهم حاجة ان انا اضغطها حلو علشان لما اجي اشتغل فيها برضو تسهل عليا زي ما انتوا شايفين كده. والفيديو هيبقى شارح نفسه. هقطعها، انا قطعتها قطع كبيرة وما رمتش معاه كمية حلوة. انتوا ممكن تقطعها اصغر من كده وهتعمل معاكم كمية حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. دخلتها الفرن واستوت، خدت حوالي ربع ساعة على درجة حرارة 180، وخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. وسبتها بردت، وعملت الشربات بتاعنا كوباية من السكر، عليها نص كوباية من المية، وعليها عصرة ليمونة لمدة 7 دقايق. وهسيبها انزلها من على النار تهدى شوية، وهنزل على الجلاش بتاعي اللي احنا عملناه مع بعض. اهم حاجة ان احنا ما نحطش الاتنين سخنين على بعض علشان الجلاش بتاعي ما يعجنش. ممكن تحشيها كريم شانتيه زي ما انا عملت، ممكن تحشيها كريمة او قشطة كدابة من بتاعة الكنافة او كاستر او اي حاجة انتوا حابينها. انا عملتها كريم شانتيه عشان تبقى خفيفة كده وطعمها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله قمر وحلوة قوي. ولو عايزين وصفات حلوة كتير يا ريت تكتبولي في التعليقات، وهنعمل وصفات حلوة كتير مع بعض. لو عايزين مخبوزات اكتبولي برضو في التعليقات، وان شاء الله هنعمل كل حاجة مع بعض. كل حاجة سهلة وبسيطة وطريقتها سهلة جدا. شايفين ما شاء الله جميلة جدا وشكلها شيك جدا. هتتقدم لضيوفك اقل من 10 دقايق هتحضري الوصفة، وطريقتها سهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد منك اي وقت. يا ريت لايك وشير وكومنت حلو كده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.